السلام عليكم ورحمة الله. يا رب تكونوا بخير يا حبايب قلب. جمعة مباركة عليكم جميعا. صباح الخير أو مساء الخير على حسب ما تشوفوا الفيديو. يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى الجمعة، أول جمعة كده من شعبان. حابة كده إن أنا أقول لكم كل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب نعد عليكم رمضان بالخير واليمن والبركة. كان نفسي أبدأ معاكم الفيديو من البداية خالص، بس والله سلفتي جت قعدت وكده، فأنا قلت إيه نقعد بقى براحتنا، وبعد كده ابقى اعرفكم احنا عملنا ايه في الجمعه بتاعت النهارده وهنعمل ايه. يلا بينا. الاول كده احنا عملنا لحمه مسلوقه وسوينا معاها بسله كده. ده طبق الخضار بتاعنا، بسله جميله اهي ما شاء الله عليها. معاها رز ابيض. ده بيكون غدانا النهارده. نشوف احنا هنعمل ايه النهارده تاني. حطيت ميه على النار، دي ميه ومعلقه صغيره ملح ومعلقه كبيره سكر عشان هنسلق الكرنب بتاعنا. يلا بينا نسلق الكرنب عشان هنخزنه بقى رمضان. ال3 كرنبات اللي احنا جايبينهم امبارح. بس انا حبيت بس اعرفكم احنا هنتغدى ايه النهارده، لان انا جايبه معاكم اللحمه امبارح وكده. ويا رب يبلغكم رمضان يا حبايب قلبي. خلاص رمضان على الابواب خلاص. كل سنه وحضراتكم طيبين. وده اخر تخزيناتي لرمضان. الكرنب انا جبت معاكم قبل كده البسله، وعملنا الجزر، وعملنا خضره المحشي، وعملنا والبطاطس. انا اللي بخزن بطاطس وما بخزنش بطاطس. البطاطس بحبها اخرطها واقطع في وقتها كده، اقشرها واقطعها في وقتها، اعملها صينيه، اعملها محمره، كله في وقته. انما انا ما بخزنش الا الخضار بس. وانا خزنت معاكم البسله، وده اكتر حاجه ببقى محتاجاها عشان اعمل رز خلطه بالبسله اللي هو بسمته، اعمل خضار، اعمل صينيه بطاطس مشكله بكوسه وكده. يلا بينا حبايب قلبي بقى نسلق الكرنب. امسك الكرنبايه بتاعتي بقى اقضبها من كل الاخضر كده اهو. انا مش برميه، انا بحشي الاخضر ده، بحشيه بحبه يعني. بحط في قعريه الحله وكده، او بفرش منه حته في قعريه الحله برضو مع الخضار مع كده. هشيل بقى الجزء ده ونرجع تاني نشوف احنا هنسلقها ازاي. انا حطيت قطعه ليمون كده في قلب دي، قطعه ليمون حطيتها كده في قلب الميه. وهنا بكون فرقت الكرنبه بالمنظر ده كده. هوريكم في الكرنبه التانيه، وهنزل بقى بيها كده كلها مره واحده. شوفوا انت لو بتسلقي دي بورقه بورقه مش هتخلصي النهارده. احنا هننزل بقى كده مره واحده كده. وتعالوا بينا نفرغ الكرنبه التانيه زي ما انا عملت كده. هوريكم انا عملتها ازاي. تبداي بقى في الخضار اللي ملوش لازمه تشيليه كده، خضره كده، وتبداي برضو تخفي منها شويه عشان ديت هتبقى كبيره قوي على الحله اهو. تخفي منها كده شويه ما شاء الله. منها بايته بتطلع معاكي بكل سهوله. الورقه بتطلع بورقه. شوفوا ما شاء الله. لازم تبيتوا الكرنبه، ما تجيبوهاش تسلقوها على طول. لو طولت تبيتها يومين بيتها. بس انا شايفه اولادي قاعدين يشيلوها من هنا لهنا هيبهدلوها. قلت لا اسلقها، رغم ان انا كنت عايزه اسلقها بكره يعني السبت وكده. قلت لا يلا بدل ما تتبهدل منها خساره. اهو كل حاجه معاكم اهو. تقدري منها شويه كده، وبعد ما تقدري منها شويه تبداي بقى ايه تفرغيها. انا بقى هفرغها على كده. وتمسكيها بقى كده حبيبه قلبي من هنا كده، وتبداي كده تطلعي الراس. بس تطلعها من جوه الكرنبه نفسها. تقطميها بقى كده اهي. ولو انت شايفه لسه فيها حاجه تبداي بقى بالسكينه كده تشيلها بقى بايدك كده اهو اهي. هتطلع من جوه الكرنب بقى، طالعه بالقلب كده بقى. وبناخدها على البوتاجاز نسلقها زي ما احنا اللبنه التانيه كده. وبتبداي بقى، بس لازم تكون الحله بتاعتك كبيره. هنا بقى بتبداي تقلبي الكرنبه بتاعتك. انا هقلبها بايدي لان انا عارفه ان انا هعرف اتعامل معاها. لو انت بقى بتخافي من الميه السخنه هتقلبيها بمقصوصه او باي حاجه او بمعلقه كبيره اهي. وتسيبيها برضك لحد ما تبدا ان هي ايه. احنا قلبنا نقلب فوق لان احنا بدانا بالهندسه كده. بقى الميه هتبدا تظهر. انا مش هعرف اتعامل معاها بايدي اهو كده. وهتبداي بقى تسحبي منها ورقه بورقه. ما شاء الله هتتسلق منك في ثانيه. بس هصبر عليها دقيقتين لحد ما الورق اللي تحتها يتسلق. دقيقتين بس. الورق الكرنب ده البلدي ده يعني ما بتحملش زي الكرنب البطه اللي هو هيجي بقى بعد ده. ده بتسلقي تشيلي كده مع نفسك. بتحط معلقه السكر طالما هيتخزن. بتحط معلقه السكر. ماشي حبيب قلبي. هنا بقى بتبداي كده تسحبي من الكرنب ورقه ورقه بايدك اهو. شوفوا بايدنا كده عشان الكرنبه ما تتبهدلش.
اهو كده تبداي تسحبي الكرنب كده ورقه ورقه اهو. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الكرنب هتتسلق منك في ما فيش حاجه بسيطه، ممكن اقل من ربع ساعه، اقل من ربع ساعه تسلقي الثلاث كرنبات اللي انا جايباهم دول اهو. ما تهرش ورق الكرنب قوي، ما تهروهوش قوي. اخلص بقى سلق الكرنب كله بالمنظر اللي انا وريته لكم ده، وهنرجع تاني نشوف احنا هنقطعه ازاي وهنخزنه ازاي. يلا حبايبي شوفوا بايدي والله اهوت، يعني معناه ان انا يعني برضو اي نعم هو بيغلي وكده والنار عاليه، بس بتتحكمي فيه بايدك على المقصوصه او اي حاجه. يلا حبايب قلبي اخلص الكرنب بتاعنا ونرجع تاني نشوف احنا هنخزنه ازاي. يا حبايب قلبي بكون خلصت كل كميه الكرنب سليق، هروح اتغدى انا واولادي وبعد كده نرجع تاني نشوف احنا هنقطعه ازاي. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سلقته كله اهوت بالمنظر ده اهو. هروح بقى نتغدى انا واولادي لان بنتي شوفوا جهزت لنا الغدا وغرفت اهيت. بسم الله ما شاء الله شوفوا اهو. شوفوا البسله بتاعتنا من غير صلصه ومن غير اي حاجه، الطماطم بتاعتنا حمراء بتبقى جميله جميله جميله، وغرفت لنا اهوت الاكل اهوت. نروح بقى نتغدى انا واولادي وبعد كده نرجع نقطع الكرنب بتاعنا. اخوها دخل وقال لها جهزي غدا، فبما انها جهزت غدا نروح الاول نتغدى انا واولادي وبعد كده نرجع نشوف هنقطع الكرنب بتاعنا ونخزنه ازاي. يلا اتفضلوا معانا. جمعه مباركه عليكم جميعا، اول جمعه في شعبان، خلاص رمضان على الابواب وهيتقلب ده بقى الافطار المغرب ان شاء الله. يلا بالمنظر ده كده الكرنب اهو. بتمسك الورقه كده بتبدأ اهو العنق بالشال كده بالمنظر ده اهو. تمسكي بقى تقطعي كده، انا برتاح للتقطيعه دي اهو اهو كده بتبقى معانا على قد المحشيه بالمنظر ده. هعمل لكم واحده تانية اهي وهكذا لحد ما بتخلصي الكميه كلها اهو. هخلص بقى الكميه كلها بالمنظر ده وارجع لكم تاني. برضو بعمله بنفس الطريقه، بشيل العنق ده كله كده واقطعه برضو كده لان بعمله اول سطر في الحله عشان يحافظ لي على الحله بتاعتي. بتشيلي بقى البوز بتاعه ده كده وبتخلصي منه وبتحطي في الكيس بقى بالمنظر ده كده. انا كنت عامله شويه اهو قبل ما اصور معاكم. بتحطي في الكيس بالمنظر ده اخضر على ابيض، وبتعملي في اكياس نايلون بالمنظر ده كده وبتخزنيه بقى. هخلص خلاص الكميه واوريكم الثلاث قرنبات عملوا معانا كام كيلو. هنا بسم الله ما شاء الله بكون عملتهم اهم. بسم الله ما شاء الله شوفوا عملوا 5 اكياس، بس 5 اكياس كبار يعني ما شاء الله. وانا حشت منهم دمك كمان اهم. شوفوا يعني يعملوا طبخه اهوت باذن الله. اعملها بكره قداحي كده من غير لحوم ومن غير اي حاجه. هيعمل لهم محشي وكده بتكون كده يا حبايب قلبي. خلصت ادخلهم بقى الفريزر. انا باجي كده من الجواز وبقوم خارم يعني اهو. شوفوا الكيس ما فيش فيه اي ميه ولا اي حاجه خالص اهو. هدخلهم بقى الفريزر. يا رب الفيديو بتاعنا النهارده يعجبكم، لايك واشتراك. خزنا الكرنب اهوت وكده بكون ده اخر تخزينات رمضان. يا رب يا حبايب قلبي الفيديو بتاعنا يعجبكم، ولو كان الفيديو بقى في حاجه مش مفهومه انا اسفه حقكم عليا، معناه يعني ما فيش فيها حاجه. تخزين الكرنب وتقطيعه وسلق وده اللي احنا عملناه. لايك واشتراك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.